بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكله كده من التراث الصعيدي كده من ايام الجدود. اسمها مرقه اللحمه او لحمه المرق، مش عارفه مين قبل مين بصراحه. بس هي اكله تحفه تحفه تحفه. هتقولوا لي دي شبه كباب الحله. هي ممكن تكون نفس المكونات، بس ليه دي ليها طريقه تانية خالص غير كباب الحله، وليها تكنيك كده في العمايل وفي الاكل وفي كل حاجه. فبجد جربوها مش هتندموا، طعمها خطير. هقول لكم بقى هنعملها ازاي. احنا بنجيب اللحمه نص كميه البصل. يعني مثلا انا عندي هنا كيلو لحمه، وتبقى لحمه ملبسه شويه، يعني فيها نسبه دهن كده زي ما انتم شايفين. ده كيلو لحمه عليه 2 كيلو بصل. 2 كيلو بصل زي ما قلت لكم كده. ليه بقى؟ لا، هتشوفوا دلوقتي ان الاتنين كيلو بصل دول هيختفوا بمجرد ما نعملهم. هيختفوا، مش هتحسوا ان ده 2 كيلو خالص. فلو عملنا كمية اقل من كده مش هنحس بطعم البصل في اللحمة، وهي الاساس في الاكلة دي هي البصل الكتير بتاعها. ده اللي بيحليها، وده اللي ليه. هقولكوا برضو تاكلوه ازاي، عشان هو ليه طريقة كده في الاكل. اول حاجة بنجيب بقى البصل بنقطعه شرايح كده، وانا بحب اقطعه شرايح، ما بحبش اقطعه حتت كبيرة، عشان واحنا بناكله يبقى دايب كده مع اللحمه وما تحسوش بطعم البصل قوي لو ناس ما بتحبش البصل يعني. الاكله دي بتحتاج كميه سمنه كبيره جدا. فانا بحط يا اما حته زبده كبيره زي ما انتم شايفين كده، يا اما معلقه سمنه بلدي بس كبيره، او مثلا معلقتين 3 كبار كده. ده مهم. لا، السمنه كتير دي مهم جدا، لان دي اللي هتستوي فيها اللحمه. بحط بقى البصل، كميه البصل بتاعتي كلها كده. بصوا بدأت الاتنين كيلو يقلوا ازاي. تقريبا قلوا للنص، بمجرد ما بيتبلوا بيقلوا للنص. اهم حاجة ان انا افضل اقلب في البصل عشان ما فيش جزء يحمر وجزء يبقى ابيض. تقليب فيه باستمرار. انا عايزة البصل يوصل للدرجة دي، يعني عايزة البصل نفسه يتكرمل، يبقى بالشكل ده كده. فاحنا هنا بنكرمل البصل الاول، بعد كده بقى بضيف له اللحمة وهي نية. وما تقلقوش من الحتة دي خالص، احنا بنضيف اللحمة نية وبنسيبها بقى بعد كده. طبعا زي ما قلت لكم اللحمه بيبقى فيها نسبه شويه كده من الدهن. وبعد كده بقى بقلبها مع البصل ده. واهم حاجه اهم حاجه ما نحطلهاش ميه خالص. خالص خالص، باكد على النقطه دي، ما نحطش ميه خالص. هحط بقى فلفل اسود، واحط ربع معلقه كوبيبه صيني، واحط كمان نص معلقه كمون. بس ما تحطوش اكتر من كده. لو عندك بهارات لحمه ممكن تحطي ربع معلقه صغيره كده. وتقلبوا بقى البصل مع اللحمة كده. وبعد كده بنغطيها ونسيبها على نار هادية، نار هادية قوي. سيبيها بقى ساعة 2 3 على قد لغاية ما تستوي. الأكلة دي بقى بيتاكل جنبها العيش ده. طبعا هما بيعملوه في الأفران، بس أنا هعمله لكم بطريقة سهلة على البوتاجاز. هنحط كوبايتين دقيق، معاهم معلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقة من الخميرة. هقلب كل الحاجات دي مع بعض، وبعد كده ابتدي اعجنهم. طبعا انتوا لو عايزين تعملوا اكتر من كوبايتين بتعملوا، بس انا بعمل العيش على قد الاكله، يعني على قد ما هناكله، او على قد الوجبه بتاعه اللحمه دي. بعمل بقى ببتدي بقى احط الميه شويه بشويه عشان خاطر ما تكترش مني. طبعا انتوا عارفين ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. في دقيق بيشرب الميه على طول، وفي دقيق لا بيحتاج ميه اكتر. فببتدي بقى احط بشويه بشويه كده، وافضل اقلب في ايدي لغايه ما اعمل عجينه. عندي عجينه عاديه خالص زي عجينه اي عيش. بتبقى عندي العجينه بتبقى طريه شويه، يعني بصوا بتبقى ملزقه كده، مش عايزاها ناشفه، يعني بتبقى ملزقه كده شويه. وبعد كده بغطيها بقى بفوطه واسيبها لغايه ما بتخمر. لما بتخمر بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده هي خمرت معايا. بصوا طريه قوي، عجينه طريه خالص. باخد بقى على قد الرغيف اللي انا هعمله، وبجيب طاسه. انا لو عايزين تعملوه في الفرن اعملوه، بس انا اسهل لي بخلص نفسي كده واعمله رغيف برغيف كده على الطاسه. بدهن دهنه زيت خفيفه خالص، وبحط بقى الرغيف بتاعي على الطاسه كده. وبدهن برضو ايدي علشان خاطر ما تلزقش في العجين، لان العجينه زي ما قلت لكم طريه ولازم تكون بتلزق. ممكن تفردوا الرغيف ده على رخامه او على حاجه، بس تدهنوها برضو زيت كويس. بنفرده بقى على الطاسة لغاية ما بيبقى شكله كده. وبعد كده بقى بحطه على نار متوسطة، لا هي باردة قوي ولا هي سخنة قوي. بصوا عمل فقاقيع ازاي. ده طبعا عشان الخميرة. بقلبه بقى الناحية التانية، وبعمل بقية الكمية بتاعتي لغاية ما طلعت عندي
كمية العيش اللي انا عملتها دي. عايزة اقول لكم العيش ده طعمه حلو قوي، يعني لو جبتوا بس جبنة كده وكلتوه بيه هتلاقوا طعمه طعمه جميل، طعمه حلو قوي. بصوا حتى العيش ما شاء الله طري، انا عايزاه تخين مش عايزاه رقيق، يعني مش عايزاه زي العيش السوري او الرقاق او كده، لا انا عايزاه عيش تخين زي ما انتوا شايفين كده. نيجي بقى نشوف اللحمه اخبارها ايه. بصوا بقى البصل اختفى تقريبا. كميه البصل اللي احنا كنا حاطينها ل2 كيلو مش باينه، بس هي معرفش اللحمه شربتها ولا راحت فين، بس هي دايبه زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم ما نحط ما نحطش فيها ميه خالص. نشوف بقى اللحمه، بصوا بقى دايبه يعني، وكمان في حتت لحمه واحنا بناكل كده لقيناها دايبه في قلب البصل، يعني بقيتوا تاكلوا البصل كده بحتت اللحمه. طبعا انت لو عايزه تقطعي اللحمه مكعبات صغيره تمام، بس هي لو قطعتيها ممكن تختفي في قلب البصل لان هي بتدوب قوي زي ما انتم شايفين كده، فمش هتبقى ماسكه نفسها. انما لما تبقى حتت كده مع البصل هتبقى عارفه ان دي حته لحمه، انما في قلب البصل كده هيتوهوا مع بعض. فبناكلها بقى بالعيش الجميل ده، طعمها تحفه. وعايزه اقول لكم ان احنا سبب ما حطيناش ميه ان هي تسويه اللحمه في السمنه الكتير اللي حطيناها خلت اللحمه هي اللي تبقى دايبه كده. يمكن لو حطيتي ميه اللحمه هتشد وتقسى معاكي، لكن السمنه هي اللي خلتها طريه ودايبه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزين بقى تاكلوها بالعيش، تاكلوها بالرز، تاكلوها زي ما انتوا عايزين، بس انا بالنسبه لي هي بالعيش ده حلوه قوي، احلى من الرز كمان. بس انا عندي ولادي بيحبوا الرز شويه يعني، فعشان كده عملت جنبها رز. بس ده كده كان الطبق بتاعنا النهارده، حاجه كده من التراث الصعيدي الاصيل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله توصل لكم الوصفات كلها. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.